واحد النهار وانا كندور في انستغرام طلع لي واحد البوست اللي مكتوبه فيه انت ماشي قبيح غير فقير وصافي. وهذا الموضوع اللي كنلقى اقبال كبير، ولكن السؤال اللي خصنا نطرحوه كيفاش كيخدموا الفلوس باش يوليو فحال عارضين الازياء، وواش يمكن لينا نكونوا فحالهم باقل تكلفه. داكشي اللي جبت لكم في هذا الفيديو. معكم ايغو، لايك وابوني نزيدوا بهذا المحتوى لقدام. نبداو. ستيب 1 سكين كير. البشره ديالك هي من بين اهم الميزات اللي عندك، وهي من بين اول حاجه كيلاحظوها الناس فيك. داكشي علاش خاصك تهلا فيها. نظف وجهك 2 مرات يوميا بشي منظف زوين كيناسب بشرتك. بشره جافه خدموا بهذا، واللي عندهم بشره دهنيه كنصحكم بهذا، غيعاونكم بزاف وغادي ينقي لكم البشره ديالكم. وباش تخلي حب الشباب ما ينوضش ليك، ركز ديرو قبل ما تنعس. قبل ما تخرج من دارك خاصك ضروري تكون داير واقي شمسي، حيت هو اللي غادي يحمي لك البشره ديالكم من الاشعه فوق البنفسجيه. وما نساوش شرب الماء، حيت هو من بين اهم الاشياء اللي خاصك باش تحتاج وتخلي بشرتك تكون زوينه وفريش. ستيب 2 النظافه ديال الشعر ديالك. الشعر من الاساسيات اللي خاصك تركز عليها وكيلعب دور كبير في الشكل ديالك. داكشي علاش كتلقى بزاف ديال المشهورين كيعطيو اهميه كبيره لشعرهم وحسناتهم، حيت عارفين انه كيلعب دور كبير. ماشي بحال السكين كير ممكن تاخذ لك اسابيع باش يبانوا النتائج، عكس الشعر اللي في نهار واحد كيبان فيك الفرق. وتقدر ما دير حتى شي حسنه الا كان شعرك طويل وعاجبك، ولكن حاول تعتني به وخدم ليه شي حاجه مفيده بحال البلسم والزيوت ديال الشعر مرتين في الاسبوع فقط. وما تغسلش شعرك بالشامبون يوميا. هذا الخطا اللي كنشوف بزاف ديال الدراري كيديروه. حاول تغسل شعرك كل يومين اولا كل 3 ايام، ودير شي سيرو لشعرك، وبقى كتمشط شعرك بشويه. فرهذا بلا نحسن لك من الشامبون. ستيب 3 الرائحه ديالك. وهاد الخطوه بالضبط ما فيهاش الضحكه الصاد. حتى واحد ما باغي تكون ريحته قبيحه وكلشي كيهرب منه. واخا تعيط تهلا في راسك وتجي الريحه وتخلي ريحتك قبيحه، راه تضرب لك كلشي في الزيرو. تقول لي شنو ندير؟ نقول لك دوش يوميا بشي صابون اللي ريحته زوينه، وركز على هاد المناطق تحت الابطين ديالك وتهل اللعيبه ديالك، حيت انا كتجمع الريحه القبيحه. ومنين تسالي دير ديودورون وشي بارفان، وانت وليتي راجل اللي كلشي كيتمنى يوقف حداه. ستيب 4 العينين. اول حاجه كتلاحظها فيك البنت هي العينين ديالك. دابا كيفاش نردهم زوينين؟ سهله. حاول تاخذ كميه ديال الناس اللي كافيه وزيد عليها. حاول تحسن حجبانك. ما كنقولش لك نتفهموا قدهم بحال البنات، وانما الا كان عندك شي شعر زائد بين حجبانك حاول تحيدو. ماشي غير انا اللي كنقول هاد الهضره، حتى الدي ديالنا كيقولها. وسيروا قلبوا وثيق بيا، هاد البلان غادي يدير لك فرق كبير. ولا كنتي كدير النظاظر شوف اللي يناسبوا لك الشكل ديال وجهك، ولا ما كنتيش كتعرف كيفاش راه كاينين سيتات اللي كتنعت لهم وجهك اولا كتشرح لهم الوجه ديالك كيدايروا كيعطيوك النظارات اللي تناسب. ستيب 5 اللياقه البدنيه ديالك. دابا خلينا نشوفوا كيفاش ناخذ داك الاستاتيك بودي اللي حاجه ضروريه. واول خطوه سير الصاد دخل لاصال وعطي الدق لداك العضلات. ما تخافش الا ما كانش صالح ليك تدخل لاصال، اجي نوريك كيفاش تريني في الدار. حاول تزيد شي حاجه على الوزن ديال الجسم ديالك. مثلا كنتي كدير تراكسيون، حاول تعمر شي شكاره بالكتوبه ولا شي حاجه وديرها في دارك ودير بها التراكسيون. والسكواد نص البلان وتا البلانك غادي ينفعك بزاف. حاول تخليهم في الروتين اليومي ديالك، وبدا تمارس شي رياضات اخرى بحال الباسكيت او الكره. المهم تحرك. وزياده على هذا الشيء خاصك الكارديو، يا المشي يا في لاصال، زائد التغذيه الجيده. دخل الفواكه والخضر في نهارك والبروتين. وما يمكنش هذا الشيء يكمل بلا ستيب 6 واللي هي الاسنان. واخيرا انت وليتي زوين وكذا، ولكن ضروري خاصك الضحكه اللي كتلعب دور كبير. ما يمكنش تكون عندك ضحكه زوينه بلا اسنان زوينين ونقيين. كاينين بزاف اللي كيخافوا يضحكوا خوفا من الشكل ديال الاسنان ديالهم، ولكن الساطن انا ما كندويش على الشكل، بل كندوي على النظافه والريحه ديالهم. غسل سنانك 2 مرات في النهار، ودير شي سينيال اللي ريحته زوينه. وهذا الشيء اللي كاين وسهل. 6 ديال الخطوات باش تولي انت بحال الموديلز. وهذا ما كان في هذا الفيديو. لايك وابوني، ولا عندك شي فكره خليها لي في الكومنت. تشاو.